بدأ عياط طفل صغير، كان صوت العياط يقطع القلب من قوته. الطفل بيستنجد بالناس وبيقول: حد يساعدني، أنا خايف، افتح الباب يا عمو. الصوت كان قريب جدا ورا الباب الإزاز الخلفي. خوفي على الطفل خلاني أتحرك وأساعده، لكن افتكرت النصيحة التالتة: المحطة متحوطة بغابة، مفيش عائلات هنا. بصيت لكاميرا المراقبة الخلفية وما لقيتش حاجة. اللي هتسمعه النهاردة مش عادي، دي قصة حقيقية حصلت. فلو قلبك ضعيف ما تكملش، لكن لو غير كده كمل الفيديو للنهاية. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم. ندخل في الموضوع على طول. أنا اسمي آدم، وفي أواخر عام 2025 كان عندي مشاكل مالية كبيرة. بعد فترة من البحث أخدت بالي من إعلان غريب على النت: مطلوب عامل وردية ليلية في محطة بنزين على الطريق السريع. عدد ساعات العمل 9 ساعات، من 12 منتصف الليل حتى 6 صباحا، والأجر 1000 جنيه في الليلة. المبلغ كان خيالي بالنسبة لي، ما فكرتش مرتين. اتصلت وقبلوني فورا. في أول ليلة استقبلني مدير المحطة، هو راجل 50 اسمه صالح. كان وشه شاحب وعينيه مقفلة كأنه ما نامش من أيام. ما كانش بيدربني على المعدات اللي في البنزينة، بس حط ورقة صفرة على المكتب وقال بصوت واطي: اقرأ النصايح كويس يا آدم، نفذها بالحرف عشان تعيش وتستلم مرتبك بكرة، عشان لو ما نفذتش مش هترحم نفسك. استغرب آدم وحاول يسأله عن معنى الكلام ده، لكن قبل ما يسأله طلع بسرعة وقفل الباب وراه، وساب آدم وحيد مع أصوات عقارب الساعة وصوت مروحة السقف اللي بتزيق. بيقول: بصيت للورقة وكانت مكتوبة بخط إيد، بس كانت مكتوبة باستعجال. النصيحة الأولى: الساعة 1:15 صباحا هتقف ساعة الحائط لمدة 2 دقيقة. لو سمعت صوت خطوات فوق السقف اوعى ترفع راسك أبدا، بص لتحت عشان ترجع الساعة تشتغل. النصيحة التانية: لو دخل راجل لابس جاكيت اسود طويل وطلب منك سجاير من نوع انقرض، قول له انها خلصت وقدم له ولاعة مجانية، وما تبصش لعينه لانك مش هتشوف فيها غير بياض بس. النصيحة التالتة: في الساعة 3 صباحا هتسمع صوت طفل بيعيط ورا المحطة. مهما كانت درجة العياط ما تفتحش الباب، المحطة متحوطة بغابة ومفيش عائلات هنا. النصيحة الرابعة: لو شفت نفسك في مراية الحمام بتتحرك بشكل متأخر عن حركتك الحقيقية بثانية واحدة، اخرج فورا واقفل الحمام وما تدخلش لحد ما الشمس تطلع. النصيحة الخامسة: الساعة 5:15 صباحا هي الأخطر. لو الكهرباء اتقطعت استخدم الكشاف وابحث عن الشخص الثالث في الزاوية. لو لقيته كان بيبتسم غمض عينك وعد تنازلي من 100 ل1. بيقول: ضحكت بسخرية وقررت اني اعتبر الموضوع ده مجرد اسلوب من مدير المحطة علشان يختبرني، لكن الضحكة اللي على وشي ابتدت تروح لما بصيت للساعة، كانت 1:15 صباحا. فجأة وقفت عقارب الساعة، الأوضة بقت صامتة صمت مرعب لدرجة اني كنت بسمع صوت ضربات قلبي. فافتكرت النصيحة الأولى، قلبي اتقبض من الخوف. نزلت راسي لتحت فورا، حسيت ببرودة شديدة ملت الأوضة، وبدأت أسمع صوت أنفاس تقيلة ومرعبة جاية من السقف اللي فوق راسي، وكان في شيء بيزحف. عدت 2 دقيقة كأنهم سنين لحد ما رجعت الساعة تشتغل من تاني. اتنفست من جديد، لكن رعب أكبر كان مستنيني.
في الساعة 2:30 صباحا انفتح الباب الإزاز بتاع المحطة. دخل راجل طويل جدا، لابس جاكيت اسود مغطي كل جسمه، لابس كاب مغطي ملامحه بس ريحته غريبة. قرب مني بسرعة، قال بصوت خشن كأنه جاي من مسافة بعيدة: عايز علبة سجاير جراند زرقاء. افتكرت النصيحة التانية، النوع ده وقف من التمانينات. بلعت ريقي وقلت وانا باصص على الترابيزة اللي قدامي: آسف يا أستاذ، بس هي خلصت، ممكن تتفضل الولاعة دي مجانا؟ مد ايده المتشققة واخد الولاعة. في اللحظة دي اتحرك، بس ما قدرتش امنع نفسي ان ابص عليه. ما لقيتش في عينه غير بياض بس، وهو بيبص لي ابتسم ابتسامة وصلت لودنه، لف وشه وخرج واختفى في الليل في لمح البصر. بعدها الساعة 3 صباحا بدأ عياط طفل صغير. كان صوت العياط يقطع القلب من قوته. الطفل بيستنجد بالناس وبيقول: حد يساعدني، أنا خايف، افتح الباب يا عمو. الصوت كان قريب جدا ورا الباب الإزاز الخلفي. خوفي على الطفل خلاني أتحرك وأساعده، لكن افتكرت النصيحة التالتة: المحطة متحوطة بغابة، مفيش عائلات هنا. بصيت لكاميرا المراقبة الخلفية وما لقيتش حاجة. لسه العياط مستمر والكاميرا مبينة ان المكان فاضي تماما. اتأكدت وقتها اني مش في محطة بنزين عادية، انا في فخ شيطاني، دي محطة مهجورة. جريت على الحمام عشان اغسل وشي بمية باردة يمكن افوق من الكابوس ده. بصيت للمراية، عدلت قميصي، وهنا الدم اتجمد في عروقي. في المراية انعكاسي ما كانش بيعدل قميصه، لكن كان واقف بيبصلي بنظرات مرعبة. ودي كانت النصيحة الرابعة. صرخت وجريت للخارج وقفلت الباب بالمفتاح. بعدها النور اتقطع فجأة. بصيت لموبايلي برعب. الساعة 5:15 صباحا. طلعت الكشاف من ايدي وهي بتترعش بشكل هستيري. فتحت الكشاف، بدأت ادور في زوايا المحطة. الزاوية الأولى فاضية، والزاوية التانية فيها صناديق. الزاوية التالتة كان في شيء شبه البشر، لكنه بجلد رمادي غامق وطول معدي 2 متر. كان موطي في الزاوية ووشه بصلي مرة واحدة، وكان بيبتسم ابتسامة واسعة بينت ان اسنانه مدببة ومليانة بالدم. افتكرت النصيحة الخامسة والأخيرة: لما بيبتسم غمض عينك وعد تنازلي. قفلت عيني لحد ما اتوجعت. بدأت أعد بصوت مرعوب: 199 98. بدأت أسمع صوت زحف سريع على الأرض جاي عليا. 80 79 78. في ريحة وحشة موجودة بتخنقني، وحسيت بنفس سخن بيلمس وشي كأن في حد واقف قدامي بالظبط. لو فتحت عيني هموت. 50 49 48. بدأ يهمس في ودني بصوت شبه صوت أبويا المتوفي: آدم افتح عينك، أنا هنا. للأسف ما قدرتش أمسك دموعي، لكن استمريت في العد. 10 9
8 3 2 1. فتحت عيني فجأة، كان النور ملا المكان والشمس طلعت بوضوح. انفتح الباب ودخل المدير صالح ومعاه ظرف مقفول. بصلي باندهاش وقال: انت لسه عايش؟ محدش عرف يعدي الليلة الأولى من شهور. أخدت منه الظرف اللي كان فيه اليومية بتاعتي وجريت بسرعة بره البنزينة من غير ما انطق بكلمة واحدة، وقررت مرجعش تاني للشغل الغريب ده. وبعد أسبوع وأنا بشوف الأخبار قريت خبر هز كياني. الخبر بيقول: العثور على جثة صاحب محطة بنزين مهجورة منذ عام 2020، يدعى صالح، مدفونة في الغابة ورا المحطة. رجلي بتترعش، مش قادر أقف. إذا كان صالح ميت من سنين، طب مين اللي وظفني؟ ومين اللي سلمني اليومية؟ الظرف. رحت راجع للظرف، بصيت فيه، الظرف كان على سريري. والمفاجأة مفيش فلوس، بس لقيت الظرف مليان بأوراق شجر ناشفة وورقة صفرة صغيرة مكتوب عليها بخط الإيد: شكرا ليك، مستنينك في الوردية اللي جاية. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تسمع قصص فعلا حقيقية.